السلام عليكم. وجدتوا شي حلوة ولا مازال؟ المهم واحد الحلويات اللي سهلة جدا غادي نوجدها معكم، اللي كنقولوا العيد كنقولوا الحلويات البلدية، التقاليد ديالنا. وداكشي بالنسبة للفقاس ريشبون دغريبة، هادو ضروري كيخصهم يكونوا في الطابلة. فغادي نوجدهم معكم اليوم ان شاء الله، ساهلين ماهلين بمكونات اللي سهلة جدا. يلا زيدوا معايا الكوزينة. ايوا هنايا البنات درت الزعرتي وقفات رجليلي وبديت. المهم هنايا البنات غادي نبدا بالفقاس هو الاول، لحقاش باش نطيبوا الفقاس في فران اللي يكون بارد. كما كتعرفوا انا الفران كيبغي انه الفقاس كيبغي ان الفران يكون بارد، ماشي يكون حامي ولا شي حاجه. داكشي علاش نسبقه هو الاول. المهم المقادير راه ساهلين وكلشي المغربيات تبارك الله كيعرفوا المقادير ديال الفقاس. فهنايا غادي نخلط كلشي البنات. بعد ما خلطت البيض والزيت وداكشي هو الاول طحنته مزيان، عاد زدت عليه اللوز والزنجلان. وهنايا غادي نقلب الموز باش غير يخلط ليا. صافي زدت واحد شويه ديال القرفه، لان كتعرفوا القرفه صحيه صراحه زوينه بزاف مفيده للجسم. صافي البنات بعد ما خلطت هذاك الشيء، هنايا غادي ندير داكشي اللي غادي نديرو فوق من الفقاس بيضه، وغادي نزيد عليها شويه ديال النيسكافي وشويه ديال الخل باش ما يعطينيش هذيك الزفوريه في الفقاس. صافي وديك الساعه غادي نزوقو من الفوق. المهم الطريقه ديالو معروفه وسهله. اللي بغيت نوصل لكم هو حنا في الغربه خاصنا ما نحرموش راسنا من حتى شي حاجه. خاصنا دائما التقاليد ديالنا نبقاو محافظين عليها ونفرحوا وليداتنا ولو بالبسيط. ولو مثلا يكونوا عندهم حويجات نشريو لهم حويجات، نشريو لهم هدايا بحال هكا باش ما يحسوش بنقص، ويحسوا دائما بحال دابا انا بناتي في الفايناختن ما كيفرحوش بزاف، ما على بالهمش. ولكن ملي كيكون رمضان كيكونوا فرحانين. علاش؟ لحقاش كيبقاو ياخذوا كل مره هدايا في العيد، عاوتاني هدايا الحلويات كنكسيهم حويجات جداد. واخا يكونوا ديجا عندهم ملابس كنشري لهم ملابس نعطيهم العيديه. يعني هنا كندير لهم هذيك الاجواء زوينه احسن من الفايناختن. كما قلت لكم كنزوقوا كذلك الدار الديكورات الى اخره. المهم البنات الديكورات اللي درت في الدار شاركتها ديجا في تيك توك. اللي ما عندهاش تيك توك ديالي راه تقريبا نفس السميه، حياة الجرماني. غتلقاوني في التيك توك راه ديما كندير لايف. البنات اللي بغات مرحبا بها. هنا البنات كنحاول اي لوزه خارجه تنحاول ندخلها، حيت الا كانت اللوزات خارجين راه غادي يخليو ليا سميتو يخليو ليا هذا الفقاس غادي يطرطق. ورغم ذلك البنات ديروا ضروري ديروا شي فنيته باش تقبوه. انا للاسف نسيت ضروري هذيك المرحله، ضروري البنات باش هكا ما يتفرقعش لكم من الفوق. سينو غادي يجي داير لكم واحد الواد غادي يجي يدير لكم واحد الواد الفوق. البنات انا كنخدم بالدقيق القمح الكامل، ما بقيتش كندخل نهائيا ملي مرضات بنتي الصغيره. ما بقيتش كندخل نهائيا الدقيق الابيض، بما انه يعني من الرغم من انه كي غير صحي وكيخلينا كنزيدوا في الوزن والى اخره. فحتى بنتي يعني ما على حسب الحساسيه اللي فيها فما كندخلوش كاع. كنصايب الكيك بالدقيق بدون كلميل، كنصايب الحلويات اي حاجه بغيتها كنصايبها بالدقيق الكامل. بالنسبه للبنات اللي كاينين في المانيا راه كاين في الدي ام، كاين في الدي ليدل وباال. المهم هنايا البنات كما شفتوا كنزوق بالفرشيطه. فحاولوا انكم تصنعوا لهم اجواء زوينه بحال هكا. يعني يعرفوا بنتي انا بحال هكا في رمضان كتقول لي ماما علاش في رمضان كتكون عندنا الطابله عامره، عندنا بزاف ديال الاختيارات ديال الماكله. قلت لها هذا هو رمضان، ما شاء الله كيجيب الخير ديالو، كيجيب الشهيوات الى اخره، وما كنحسش بالتعب. يعني كنوض واخا انا الحمد لله يعني عندي الترمومتر الصراحه كيعاوني بزاف بزاف. حتى كتبقى ساعه ولا جوج سوايع كاع الا كنت غادي نعجن وغادي ندير بيتزا ولا شي حاجه غندخلها الفران، حتى كتبقى جوج سوايع وكنوض الكوزينه. الا كانت عندي بحال هكا غير شي حاجه شي شوربه ولا شي حاجه بحال هكا غادي نصايبها، راه ما كنحتاج تقريبا غير شي ساعه هكاك صافي عاد كندخل الكوزينه دغيا دغيا. كيعاوني الصراحه بزاف. هنايا البنات غادي ندير الحلوه ديال الكوك والسميده غنيه عن التعريف. كتجي زوينه 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 البنات. هذه السر باش تجيك رطبه هو انك ما تكثريش عليها الوقت في الفران. دونك هنا الفقاس راه ديجا كيطيب، دونك معناته غادي يكون الفران ديجا سخون بزاف.
وصافي غادي ندخل ليها هاديك الغريبة ديالنا، الفران غادي يكون سخون بزاف، تقريبًا البنات يعني 15 دقيقة إلا تعطلتو بزاف كاع، سينو راه غير 10 دقايق صافي، راه على ما كيطيب لنا هداك البيض وهاديك السميدة وصافي البنات. هنايا كنستخدم الكوك، للأسف أنا الكوك ما عنديش صراحة زوين بزاف، راكم عارفين الكوك ديال المغرب أحسن وأحسن صراحة كيكون زوين، هذا البنات واخا جبتو من بلجيكا مي ناشف ما زوينش. المهم حتى الكوك ملي كيكون زوين بزاف مي يدّم راه كيعطي نتيجة أحسن وأحسن. صافي هنايا البنات بقيت كنخلّط داك الشي بهذا هاد المهم بالخلاط اليدوي، تقدروا ديروا الخلاط الكهربائي ولا أي خلاط عندكم، لحقاش أنا هنايا في هاد اللحظة كنخدم في الترموميكس حاجة أخرى، داك الشي علاش قلت خلّيني نعاون بإيديا باش هاكا نكون يعني نتوفّق بالزربة، هاد الشي البنات راه درتو كامل في نهار واحد، ما شاء الله درت تقريبًا شي 4 الأشكال، المهم نوّعت العجينة ودرتها البنات 4 تشكيلات، باقي مازال غادي ندير غير هاديك الحلوة ديال الساقية واقيلا ولا رخامة، يعني وحدة من الجوج لحقاش بنتي ما كتاكلش كاوكاو، فأنا كتعجبني الصراحة الكاوكاو مع الشوكلاط كيجي رائع جدًا. بالنسبة للبنات السميدة اللي كنخدم بها ديال ليدل البنات، هاد هات كتجي زوينة بزاف وكنصايب بها حتى البغرير، المسمان، أي حاجة كنصايبها بها، راه زوينة البنات بزاف. هاد الغريبة هادي كتجي الصراحة غزالة، كتجي زوينة ما تشبعوش منها، هادي سميتها غريبة ديال السميدة والكوك. صافي حصلت على هاد القوام ومن طبيعة الحال السكر كلاصي تا هو خصو يكون من النوع الممتاز، فأنا درت غير هذا كما كتشوفوا في الصورة هو اللي استخدمته، سينو تقدروا تاخدوا السكر عادي وطحنوه مزيان وتخدموا به. صافي هنا البنات غادي نبقى ندير كويرات ونديرهم في السكر كلاصي. هنايا الحلوى راه ديجا لداخل، نقّص منها السكر، داكشي علاش كنديرها دابا في السكر كلاصي وغادي ناكلها إن شاء الله. شوفوا البنات هنا راه صافي طابت، كيف ما قلت لكم الكوك يعني كان جدًا عادي. هنايا البنات غادي نمشيو للحلوى المعروفة المشهورة، الحلوى ديالنا الحلوى ديال ريشبون. شوفوا لي البنات هنا الغريبة ديالنا ديال السميدة، هنا البنات درت الحامض، قشور ديال الحامض والسكر طحنتهم مزيان، نتوما تقدروا ديروا حامض مبشور في الخلاط ديالكم. هنا زدت البيض، غادي نزيد المربى، السكر كلاصي، المليحة ضروري في أي حلوى قبيصة الملحة ضروري، صافي وزدت الزيت وخلطتهم مزيان البنات. وكما كتشوفوا دنك الميل البنات هو اللي كنستخدم ضروري في الحلويات، ما بقيتش كندخل كاع هداك الدقيق الآخر. صافي البنات هنايا صافي راه مشيت باش نصايبها كويرات، وهنايا كندوب في المشمش ولا في المربى باش نصايب بيهم هاد الحلويات، وهاد الشي اللي خرج ليا في نهار واحد ما شاء الله. تهلاو ليا في راسكم.